السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح البطولات السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز. جمهور الأهلي لو سألته أنت نفسك إيه بكرة يحصل هيقول لك نفسي ننزل نعجن بيراميدز 3-4، نفسي ننزل ناكل الطموح والبطاطس اللي موجودة عندهم بكرة 5-6. فجمهور الأهلي لو سألته إيه اللي نفسك هيفتحها لك بحري. فإن شاء الله بكرة نكون موفقين إن إحنا نكسب بيراميدز ونشوف صورة أوسكار كده زي اللي كانت موجودة في الكاس، ويبقى الجمهور مبسوط ويبقى الدنيا لسه بخير. الحاجة التانية تبقى دفعة قوية جدا لينا في مباراة الترجي، هي البطولة الأهم، البطولة الأهم جدا لجمهور الأهلي. لو سألت جمهور الأهلي نفسك تاخد أي بطولة يقول لك أنا آخد دوري أبطال أفريقيا وناخد برضه معاها كأس سوبر، مفيش مانع. فإن شاء الله بإذن الله بكره تبقى مباراه دفعه قويه جدا لينا لمباراه الترجي، ان احنا نكسب بكره ونحمل الكاس ونروح مباراه الترجي نحسمها هناك نخلصها هناك. كلنا شفنا الترجي امبارح بيخسر من الصفاقسي بقياده حسام البدري. الترجي ضيع ضربه جزاء، بس الصفاقسي امبارح ضيع كميه فرص ما بتضيعش. لكن زي ما بنقول احنا نقدر نحسمها هناك، خاصه لجنه الانضباط في الكاف هتجتمع النهارده تفرض عقوبات على فريق الترجي. نقدر ان احنا نلعب مباراه خارج الارض او نلعب بدون جمهور، فبالتالي نروح نحسم المباراه هناك ونخلصها هناك. فنرجع بقى لمباراه السوبر مع بيراميدز. بيراميدز اكيد طموحه عالي، جاي له بطوله على طبق من ذهب، ان انت تنزل تلاعب الاهلي تعوض اخفاقك في مباراه الكاس اللي فاتت. لكن على مين؟ احنا الاهلي يا بابا، احنا نادي الاهلي. ان شاء الله عم كولر يكون مصاحبه التوفيق في المباراه ديت، يكون حافظ وذاكر بيراميدز كويس، والله يكون في عونه. والراجل كان محضر للزمالك، كان ناوي يعجن الزمالك عجنه حلوه من القلب يحبها، لكن قدر الله ما شاء فعل، جالنا بيراميدز اعلى فنيا من الزمالك، افضل فنيا من الزمالك، اكيد عنده طموح اعلى من الزمالك ان هو يكسب اول بطوله في حياته. لكن ان شاء الله الاهلي يكون موفق بكره، ان شاء الله الاهلي يكون بتشكيله بعناصره اللي هتبقى موجوده يكون هو الافضل. طبعا احنا نخسر في المباراه ديت ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم قدم مباراه دفاعيه قدام الرجاء مباراه عمره، وبالتالي هنفقد لاعب مهم جدا بيمتاز في فرض السيطره الهوائيه في الخط الخلفي، بيفرض السيطره في مناطق الدفاع، بيحجم اللعيبه كويس جدا، فبالتالي هنفقد ياسر ابراهيم. ان شاء الله محمود متولي يعوضه ويكون باقل اخطاء دفاعيه قاتله ما نشوفهاش باذن الله محمود متولي، وقد يكون نجم من نجوم المباراه. فبالتالي عم كولر بكره يلعب بقى ب 4-3-3 4-2-3-1 ما يهمناش. احنا كجمهور الاهلي فرحانين، الدكه عندنا هتبقى قويه، سواء بقى موجود فيها احمد عباده، سواء موجود فيها قفشه، سواء موجود فيها محمد شريف، سواء موجود فيها طاهر محمد طاهر، سواء موجود فيها احمد القندوسي، او ايا يكن مين هيلعب جوه. احنا ما يهمناش، مهمنا عندنا خطط كتير جدا. عم كرر عنده مميزات، عنده لعيبه كتير جدا، عنده لعيبه جاهزه كتير جدا، عنده تنوع خطط ممكن بكره يفاجئ بيه بيراميدز، يلعب ضغط هجومي عايز يحسم المباراه، خاصه انت عندك الجمهور بكره في المباراه، عندك عنصر انت متفوق بيه بكره، وهيبقى عنصر اكبر من مباراه الكاس. مش هيبقى 10,000، هو الجمهور اللي هيبقى موجود في الملعب، وهيبقى موجود كمان في مدرجات بيراميدز. مش بيراميدز بقى هنا، بيراميدز هنا مش هيشتري بالفلوس، لا بيراميدز هنا بالتذكره يا حبيبي. التذكره هتبقى موجوده بكره، والجمهور هيبقى موجود بكره ان شاء الله، والتذاكر متاحه للجمهور. فبالتالي نقدر نستغل الجمهور بكره، لما يكون اللعيبه مش فايقه الجمهور يشجع، الجمهور يفوق اللعيبه، الجمهور يصحي اللعيبه. لا قدر الله يجي فينا جول في اي وقت من الاوقات، الجمهور يفضل يشجع الفريق لحد ما نجيب الهدف، زي ما حصل في الكاس بالظبط. بعدها بدقيقتين تشجيع مثالي من الجمهور، اللعيبه كانت اتحرق دمها جاب الجول، والحمد لله بفضل الله نقدر نعوض ده بكره بسبب الجمهور. فان شاء الله عم كولر يكون موفق بكره في التشكيل اللي هيوضعه، الجمهور ما يبطلش تشجيع، ما يستعجلش على الهدف. احنا لو جبنا هدف ان شاء الله في اول الشوط هنشوف بيراميدز مندفع، نقدر ان احنا نزود الغله بكره ان شاء الله، ونزود الاهداف ونرفع الكاس، ويبقى ليله حمراء في الامارات، والجمهور يمشي مبسوط، واحنا الدفعه المعنويه بتاعتنا بتاعت مباراه الترجي، ويبقى دور الترجي جاي ان شاء الله. فان شاء الله الاماني بكره، والطموح كبير جدا بكره عند جمهور الاهلي، ده طموح حقيقي مش طموح بقى بتاع فلوس، لا طموحنا حقيقي بكره ان شاء الله. كلنا امل بكره كهربا يحطوا صح في شباك بيراميدز باذن الله. كلنا امل بكره نشوف بقى رئيس البعثه بتاع الاهلي الخطيب بكره بيحمل الكاس، وتبقى فرحه اهلاويه. وطبعا بكره احنا هنكسب بيراميدز باذن الله، ونكسب الزمالك، رغم ان الزمالك ما بيلعبش، بس الزمالك يشجع بيراميدز، حتى هم بيراميدز عمل فيهم بومبا وخبار وحطهم الخبور صح، لكن هتعمل ايه؟ هيشجعوا بكره بيراميدز، هيشجعونا؟ عمرها ما تحصل. فبالتالي ان شاء الله بكره الاهلي يكسب بيراميدز، يكسب الزمالك. فان شاء الله بكره تكون يوم اهلاوي جميل جدا، الفرحه تكون فيه معنويات ال 80 مليون مرتفعه باذن الله، وده بيكون تاثيره حلو جدا في الشارع. انت ممكن بكره تشوف عينات ايجابيه لو حللت الجمهور الاهلي بكره. فان شاء الله باذن الله باذن الله
جمهور الاهلي يكون سعيد بكره في الامارات، عم كولر يفرحنا وياخد البطوله الثالثه على التوالي من الزمالك، انت خدتها في السوبر، خدت من بيراميدز، ويكون بكره برضو البطوله على بيراميدز. وجمهور الاهلي ده وقت ان انت تنفض فيه بيراميدز نفضه كويسه، تاخد منه بطولتين في اقل من شهر، وبالتالي النادي اللي انشا من اجل كده الاهلي يبقى عارف حجمه الطبيعي، ويكون الفرحه انت بكره عايشها، تشوف يعني تشوف وجه محمود فتح الله وهو خسران كده بتبقى فرحان، قلبك بينضف من جوه. كذلك وجه هاني سعيد، الاشكال ديت الواحد بيبقى مبسوط جدا لما الاهلي بيكسبها، والواحد بيبقى سعيد جدا لما الاهلي يكسبهم، والاهلي متمرس في النهائيات والحمد لله بفضل الله. لكن زي ما احنا بنقول، انا يعني حاسس بيراميدز المره دي يعني مركز في المباراه، ما شفناش تصريحات عنتريه منهم، ما شفناش مثلا بيراميدز كتب على صفحته بكره احنا هناخد الكاس، بكره احنا هنكسب الاهلي، ما شفناش هاني سعيد طلع يلك كلام كتير. فان شاء الله بكره التوفيق يكون حليفنا، ان شاء الله ربنا يوفق لعيبه الاهلي وعم كولر، والجمهور بكره ما يبطلش تشجيع، الجمهور بكره هو العامل المؤثر في المباراه، الجمهور بكره هو اللي هيحرك الصخر، الجمهور بكره هو اللي هيفك رغريتم المباراه لو كانوا المباراه قافله. فان شاء الله كل التوفيق للاعبتنا، كل التوفيق لجمهورنا، كل التوفيق لعم كولر، ان شاء الله بكره الامارات حمراء وليله حمراء، والجمهور بكره يبقى سعيد، والكاس بكره ان شاء الله مع صوره جديده من الاوسكار نشوفها بكره باذن الله. نشوفكم في حلقات جايه باذن الله.